السلام عليكم. في فيديو النهاردة هنعمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة زي بتاع محلات الكشري وأحلى كمان. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. من أحلى وأجمل الوصفات اللي ممكن تعمليها في البيت وهتعجبكم جدا. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. بس قبل ما نشوف الطريقة ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك في القناة. عندي هنا معلقتين من السمنة. اول ما السمنة بتاعتنا سخنت ضفت عليهم بصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة، وهقلب البصل زي ما حضراتكم شايفين. واول ما ياخد لون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هضيف عليه معلقة كبيرة من الثوم، وبعدين هنضيف واحدتين من الفلفل وهنقلب كويس. هقلب كويس البصل مع الفلفل، واول ما الثوم بتاعنا يستوي وريحته تطلع هنجهز معانا الطماطم. ممكن نضيف طماطم بتاعتنا فريش، وممكن نضيف صلصة يعني اللي موجودة عند حضراتكم. انا اللي جاهز عندي صلصة في الفريزر خرجتها وهبتدي اضيفها على البصل والثوم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهوطي عليها النار. هسيبها تغلي في البداية وبعدين هوطي عليها النار واسيبها تتسبك خالص. واول ما تبتدي تتسبك معانا هنبتدي بقى نتبلها مع بعض. هنغطي الصلصة بالشكل ده ونسيبها تتسبك. يلا بينا على اللحمة المفرومة. هنعمل التسبيكة او العصاج بتاعنا. ضفت معلقة كبيرة من السمنة وهحط عليها بصلاية كبيرة متقطعة برضو قطع صغيرة، وهقلب كويس البصل. مش هنضيف ملح او اي توابل في البداية، هنضيف اللحمة المفرومة على البصل بالشكل ده وهقلب. وبعدين علشان اللحمة المفرومة بتاعتنا تستوي وما يبقاش فيها اي ريحة او اي زفارة هنضيف ورق لوري وهضيف حبهان مطحون، وهقلب كويس اللحمة المفرومة بتاعتنا وهدي عليها النار. بس هضيف لها معلقة كبيرة من الصلصة. هضيف معلقة كبيرة من الصلصة وبعدين هنهدي عليها النار ونسيبها تتعصج معانا. واول ما تتعصج معانا هتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبتدي نحط لها الملح ونضيف لها التوابل بتاعتنا. هنضيف ملح، هنضيف في البداية فلفل اسود، وبعدين هنضيف ملح، وبعدين هنضيف 7 بهارات. وكده كل التوابل بتاعتنا هقلب كويس، وكده العصاج بتاعنا خلص وبقى جاهز. هنسيبه بقى على نار هادية خالص وبعدين نروح للصلصة بتاعتنا. الصلصة بتاعتنا اتسبكت زي ما حضراتكم شايفين. هنبتدي بقى نتبلها مع بعض. هنضيف 7 بهارات، وبعدين ملح، وبعدين فلفل اسود، ورشة بسيطة من الكمون. رشة صغيرة خالص بيدي ريحة حلوة جدا للطواجن بتاعتنا. وهنقلب كويس، وهنضيف اخر حاجة حوالي 3 كوبايات كبار من المية المغلية. هنضيف المية المغلية على الصلصة وهسيبها تغلي غلوة واحدة، وكده الصلصة بتاعتنا جهزت. لازم الصلصة بتاعت الطواجن تبقى خفيفة بالشكل ده، لان احنا هنضيف عليها المكرونة بتاعتنا نية، فلازم تستوي كويس في الصلصة دي. هنجيب الطواجن وهندهنها كده دهنة بسيطة من الزيت علشان لما نيجي نقلب الطاجن المكرونة بتاعتنا تخرج بكل سهولة، تتقلب معانا ويبقى شكلها حلو. هندهن كده الطواجن دهنة بسيطة من الزيت، وبعدين هنضيف اللحمة المفرومة بالشكل ده. هنوزع كمية اللحمة على الطواجن بتاعتنا، بس هنفردها كويس في قاع الطاجن بحيث ان شكلها يبقى حلو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين هنفضي كمية المكرونة وهنسيب حوالي 2 سنتي علشان المكرونة بتاعتنا لما تستوي اكيد حجمها هيزيد. هنبتدي بقى نحط الصلصة، ولازم الصلصة تبقى مغطية المكرونة، بس مش هنكتر، يا دوب الصلصة بتاعتنا تغطي المكرونة علشان المكرونة ما تعجنش في الفرن.
عشان التسوية بتاعتها تبقى مظبوطة وتبقى صح. يا دوب نغطي المكرونة بتاعتنا بالشكل ده، وهنكون شغلنا الفرن بتاعتنا على درجة حرارة 200، وهنغطي الطواجن كويس. يعني لو عندك الورق فويل هتغطي بيها بالشكل ده. هبتدي اغطي الطواجن كده، وهنقفلها كويس علشان البخار ما يخرجش من الطاجن وتستوي معانا تسوية صحيحة. هنحط الطواجن بتاعتنا في الفرن على الرف اللي في النص. هتقعد معانا وقت حوالي 10 دقايق او 12 دقيقة بالظبط. هتاخد معانا تسوية 12 دقيقة، وبعد 12 دقيقة هنخرجها، وهتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بصوا ما شاء الله مستوية وجميلة جدا، والتسوية بتاعتها مظبوطة. يعني المكرونة بتاعتنا ولا معجنة ولا نية. هنبتدي بقى نجيب الطواجن بتاعتنا كده ونسيبها تهدى شوية علشان نعرف نقلبها مع بعض. واول ما تهدى هنبتدي بقى نحطها على الاطباق بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي نقلبها. هتطلع معانا بكل سهولة وهتبقى حلوة جدا. هنبتدي نقلب كده، بس لازم نسيبها تهدى شوية علشان ما تبقاش لازقة معانا في الطاجن. بصوا ما شاء الله طالعة معانا بكل سهولة وجميلة جدا، واحلى واجمل بكتير من اللي احنا بنشتريها من بره. حاجة كده في منتهى الجمال، ريحتها جميلة جدا، وطعمها يعني طعمها حلو جدا وهتعجبكم جدا. من احلى واجمل الطواجن اللي ممكن تعملوها في البيت. بصوا ما شاء الله المكرونة مستوية، مش معجنة معانا خالص او نية، مستوية وطعمها حلو جدا وريحتها جميلة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفة. ما تنسوش تعملوا الاشتراك ولايك. مع السلامة.